الحدث البوليسي عندي بيقول لي يا الفرح باظ بفعل فاعل، يا اما نيته ما كانتش سالكه وكان واخد الموضوع فعلا ترند فيجي انتقام رباني يبوظ له الليله كلها. بدأت الحكاية لما كروان مشاكل راح خطب حفيدة شعبان عبد الرحيم. فجأة طلعوا عمامها مش راضيين عن الجوازة تماما. بعدها خميس شعبان عبد الرحيم اللي هو عم العروسة طلع عمل فيديو ان هو بيقدم بلاغ فيه ان الراجل ده غلط في ابوهم وغلط فيهم، استنجد ان يبعد كروان مشاكل عن عيلته. بعد كده كروان مشاكل طلع غلط في ناس كتير من العيلة، كده راح يراضيهم وهو بيراضيهم كان بيستهزأ بيهم. هوب يروح جاي واحد مشهور وبتاع ترندات سرب موقع الفرح ومكانه بالظبط. فجأة كروان مشاكل يلاقي قدامه كم العدد ده من الناس. على بال ما وصل من العربية لحد القاعة كانوا اتبهدلوا، عروسته اتبهدلت والتاج اتشال من على راسها والطرحة باظت والفستان اتقطع. حماته في وسط كل ده بتدافع عن بنتها وبتحاول ان هي تبعد الناس عنها. الفرح بايظ جوه والناس بره ملمومين حوالين واحده كان بينها وبين كروان مشاكل. الخناقه دي كانت مشهوره قوي بينهم لما قال عليها ابو ايمن عنتها بالقنطر. محملات الفستان وقعت والباروكه وقعت، كانت الناس دي بتحاول تغطي وتحاول توصلها للعربيه، وبعدين اضطروا ان هم يهربوا العروسه وامها من الباب الخلفي، وكروان مشاكل ساب العروسه وساب الفرح وهرب لوحده. بعد كل ده الشرطه اتدخلت وفضت الليله كلها. وبعد كده راح فتح لايف وقال فيه ان عربيته اترمى فيها شمروخ وولعت، موبايلاتهم كلها اتسرقت هو وامه واخوه اغمى عليه. وقال كمان ان بيته اتخرب ورجع للصفر تاني وما بقاش حيلته حاجه خالص، وبيطالب محمد عادل امام ان هو يجيب له عربيه غير اللي اتحرقت لان هو كان عازمه على الفرح والناس كلها جت علشان تشوف محمد عادل امام، بناء على كده فرحه باظ. فانتوا بقى تفتكروا ان الفرح باظ بالصدفه ولا بفعل فاعل ولا انتقام رباني لو كان كروان بيفكر ان هو ياخد البنت دي ترند؟ كلامي في الاخر الناس بقى اللي بوظت الفرح وعملت كله ده، انتوا لو حتى لو رايحين تبوظوا فرح كروان وردتوها على نفسكم انكم تكسروا فرحه بني ادم، ما فكرتوش في البنت اللي كانت لابسه الفستان وبتحلم بليله عمرها. البنت كانت في عز وقوعها في الزحمه كانت بتقول لا ما تلغوش الفرح. انت متخيل كسرت فرحه بني ادم هو بيستنى ليله واحده في العمر؟ والله الدنيا بتدور. لو ما كانش ربنا هيحسسك نفس الألم ده بنفس تفاصيله فهيحسسك نفس وجعه وخسارة البني آدم ده وبيته اللي اتخرب في أهم ليلة في حياته.